فيلم النهاردة مع واحد بيحكي قصته وبيقول: وأنا ما بين الحياة والموت في حالة، يا إما أموت وأنا روحي نظيفة، يا إما أبيع روحي وأموت وأنا خاضع للذل، وبعدين هتحرق. في الأول هصرخ وبعدين هعيط، وفي الآخر بعد ما أقعد أتشوي في الشمس لمدة 300 يوم هقعد أتفرج وبس. مثلا أنا بشوف الرملة وهي بتتحرك لوحدها، وبشوف إزاي الكائن ده بيعرف يدرسني، بس ما ببقاش خايف ولا عندي طاقة أتعامل بيها مع اللي بيحصل. أنا بس عايز أخرج مرة وأفهم إيه اللي بيحصل ده كله. أنا كنت الملك قبل كده، بس دلوقتي أنا بقيت منفي. أنا شفت كل حاجة وهي معدية من جنبي، تجار وحرامية وناس زمان ما كانوش يتجرؤوا يبصولي حتى، ولكن مستحيل يساعدوني. بس كتر خيرهم ساعتها بيقفوا ويطلعوا في غيظهم، وبعدين بيمشوا ناحية المدينة اللي كنت بحكمها زمان، وبينفذوا أوامر أخويا الخاين. هو لو كان عايز يموتني كان زمانه قتلني بالسيف، ودي كانت هتبقى هدية منه ليا الحقيقة. بس لأ، هو سابني عايش هنا علشان هو عارف إن الذكريات بتوجع أكتر من القيود. ولو غمضت عيني كمان بسمعهم، بس مش أنا اللي بصرخ، دول مراتي وولادي. هو قرر للأسف ما يدهمش نهاية سريعة، ولكنه عمل حاجة أبشع بكتير. هو غطى العرش بدليل على المذبحة اللي عملها، وأجبرني أقعد عليه، وكان عايزني أحسب حمل الموت على ظهري قبل ما ياخدني للجحيم. ولو أنا لسه هنا بعد 300 يوم فده مش بسبب إن أنا محظوظ، ولكن ده علشان هو عايز يذلني ويشوفني وأنا بعيني. من الآخر هو مش هيسيبني أموت أبدا. وكل يوم الظهر بيبعت واحد من الحراس وبيحط لي طبق فيه أكل قليل جدا. أعرف إن أنا لو مت فالمتعة اللي حاسس بيها هتنتهي، بس امبارح الروتين اتغير، والحارس ما جاش يحط لي مية متوسخة زي كل مرة. هو جه مع الفريق بتاعه اللي هم أسوأ محاربين في المملكة، وأخويا ما نزلش من على الحصان بتاعه، وكان بيبصلي وهو مغطي نص وشه بقماش حرير، وبيتعامل معايا من بعيد وكأني شخص مريض وهعديه. ومرة واحدة سألني كده وقال لي: هو أنت لسه بتتنفس؟ بس صوته ما كانش فيه أي رحمة. هو مش بيسأل علشان يطمن عليا، لأ، ده بيتريق عليا. فبحاول أتف عليه، بس بقي بيكون ناشف قوي وما بيخرجش منه غير التراب. فيجي ويقرب أكتر علشان أشوف الكر اللي في عينيه، وبيقول لي: بابا كان بيفضلك عليا، وكان مخليك أنت كل حاجة ومقعدك على كرسي العرش، فاكر ولا مش فاكر؟ العرش والسلطة والمجد. أما أنا فكنت بتعاملني وكأني كلب شوارع. وبعدها بيقف وبيشاور ناحية الصحراء وبيقول: بص بقى دلوقتي المجد بتاعك وصل لفين؟ أنا بقى معايا المملكة وإنت ما معكش غير التراب. وبيدي إشارة للحراس بتوعه علشان يمشوا، بس بعدين بيقف وبيلف وبيبص للمرة الأخيرة، وبيبتسم ابتسامة بتخلي الدم يتجمد، وبيقول لي: أيوة صح، أنا كان ليا في بنتك الكبيرة غرض. وأنا طبعا أول ما أسمع ده قلبي بيقف، وكنت فاكر إنه قتلها مع الباقي، بس هو بيقول لي بكل هدوء: إحنا ما قتلناهاش على فكرة، هي قيمة جدا وما كانش ينفع نضيعها. وبيكمل كلامه وبيقول لي: هي بتطبخ وبتقدم لي أنا ورجالتي الخمرة لحد ما بتقع من كتر التعب، وهي بالطريقة دي هتعرف إن في العالم بتاعي هي مجرد خدامة. بس ممكن أبقى أجيبها لك في مرة علشان تقدر تشوف أبوها للمرة الأخيرة. وبالليل لما الشمس بتروح في حاجة بتتكسر جوايا للأبد، وببص في السماء ولكن مش بقدر أصرخ. شوف أي أمل من تاني، وهم اللي سمحوا بده، سمحوا لبنتي إنها تعاني، ولكن أنا مش هقدر استحمل. فبصرخ وبصرخ جامد قوي بكل حرقة، وبقدم روحي لأي حاجة تقدر تديني القوة علشان أقتلهم كلهم. والأرض بترد، والرياح بتقف فجأة، ورجليا بتحس بالتغيير، وفجأة الرملة بتتحرك وكأن في حاجة تقيلة بتتزحلق فوقيها. فبقف في مكاني وأنا حاسس إن أنا مشلول، وأيا كان اللي معايا ده فهو مش بشري، دي حاجة بتدرسني وبتاخد وقتها، وبحسب تقل النظرة القديمة اللي مركزة على قفايا وبتحسب قيمتي ولحمي. وبعدين بيخرج من الرملة خيال اسود، والزعانف بتاعته بتغرس في رجليا زي الضوافر، وجسمي بيعمل رد فعل قبل ما نعمل رد فعل، وبعدين جسمي كله بيحرقني وكأن في حاجة بتمشي جوه عروقي. السم بياخد 3 دقايق عبيل ما يوصل لقلب، هي اللي بتقولي كده بصوت هاري خالص. وبشوف الرملة وهي نازلة من بين صوابعها. هو ده الوقت اللي المفروض تقرر فيه باقي حياتك هيكون شكلها عامل ازاي. ولما آخر حباية تراب هتقع، يا هتكون معايا يا هتكون عبارة عن جثة.
فبسألها طب هو ليه؟ والكلمة دي بتخرج من بقي بالعافية وسط الوجع اللي أنا حاسس بيه، وبقول لها ليه دلوقتي؟ وفين الحرس بتوعي؟ فبتضحك وبتقولي حرس؟ يا ربنا على لطافة البشر، ما تبقاش ساذج، مفيش حرس هنا، مفيش غير حاجة واحدة بس قدامك دلوقتي، هي اللي قادرة تنقذك. وبعدين بتقرب وبتقولي الكون ده هينهار لو كان فيه حرس أصلا، بص كويس كده، وبتشور لي ناحية السما وبتقولي بص على النجوم وبص على الموت، الإبداع ده مبهر ومثالي وعبارة عن ميكانيكية ما فيهاش غلطة. فبصرخ وأنا بقول لها أنتي أكيد سادية، وبحس وقتها إني دم بقى طعمه عامل زي النحاس. اللي طبعك دول أكيد بيستمتعوا هما بيتفرجوا على المطر الشرير وبيشكلوا العالم على مزاجهم. فبترد وبتقول انت شايف وحشية وقسوة علشان انت بتبص بعيون البشر، بس الواقع مش زي ما انت فاكر. اللي انت مسميه وجع ده أصلا اسمه التوازن. وبتقرب أكتر عليا لدرجة إن نفسها بيخترق وداني، وبتقولي انت الحراس بتوعك دول كانوا مجرد فلتر، هما كانوا عايزينك تبقى نقي وتفضل متكتف في العمود ده علشان تحقق التوازن. وبعدها وشها بيتغير والنني اللي في عيونها كمان شكله بيتغير وبيوسع وبيغطي على النور البسيط اللي كان موجود. وفجأة وشها بيبان عليها الظلام، وبتقول بس أنا عايزك زي ما انت علشان تكسب. انت كنت مجرد حاكم وروح نظيفة، وعلشان كده أنا ما كنتش قادر ألمسك، وإيمانك كان هو الدرع بتاعك. بس بعد ما انهارت النهاردة انت قدرت تفتح الداب. أخيرا الوقت بيعدي يا عم الحاكم، انت والرملة كمان بتجري، أما أخوك فما بقاش بيلعب بالقواعد بتاعة البشر. وقتها صدري بيهدى شوية، وبتكمل وبتقولي هو عمل العهد بتاعه خلاص، والعهد بتاعه ده ما كانش مع واحدة زيي، هو عمله مع اللي ملوش اسم ده. وبعدين بتخلي الرملة تنزل أكتر، وما بيبقاش فاضل غير ثواني وهي بتقول انت لو مت هنا كراجل عنده قيمة، سيهارة هتفضل خدام عند الوحوش بتوعه للأبد. وقتها أنا جسمي ما بقاش تحت سيطرتي، وعينيا بتبدأ تغمض. أنا كنت فاكر إن أنا خلاص هموت، وهو هيضحك وهيفرح لما يشوف جثتي، وهيأذي بنتي أكتر، والفكرة دي بتموتني أكتر من السم. فبتحرك لقدام وبمسك إيد الست دي وبوقف الرمل قبل ما تقع، وبقول لها بس لو أنا ديت روحي هتضمني لي إن أنا أقدر أقتله؟ وببص في عينيها وبقول أنا مش عايز أي حركات كده ولا كده، من الآخر أنا مش فارق معايا أعيش ولا لأ، أنا بس عايز أنقذ بنتي وانتقم من أخويا. هل عندك القوة دي ولا أنت ملكيش أي فايدة زي الحراس بتوعي؟ فبتبتسم وبتفرق إيديها وبتحتفظ بآخر كام حباية من الرملة وبتقولي أنا قوتي مش بس هتقتله، دي هتخليه تمنى كمان الموت. وفوق الفجر الحارس بيجي علشان يكمل الروتين بتاعه ويحط الإفطاري المية المعصنة بتاعت كل يوم. بس لما بيوصل عند العمود المية بتتكبت كل صمت، فبيبص حواليه وبيجري ولا كأن الشيطان بنفسه بيجري وراه. وفي المشهد اللي بعد كده في الميدان أخويا بيكون مشغول وقاعد على الكرسي بتاعه بياكل عناب، وتحته الرجالة بتوعه بينظف البلد من الخونة، وهو قاعد يتفرج ومستمتع جدا بالعرض، لحد ما الحارس بيوصل وشه أصفر زي ما يكون روحه خرجت من جسمه، وبيقعد على ركب وهو بيترعش وبيتكلم بصوت واطي والعرق نازل على قرطه وبيقول له أخوك اختفى والعمود فاضي. وقت تالي الابتسامة اللي على وشه أخويا بتختفي، ومش بيسأل أي أسئلة وبيتغاظ وبيبص حواليه، وبيقوم ضارب الحارس بالسيف اللي معاه وبيموته، وبيقول لرجالته جهزوا الحصان. وبعد ما بيوصل عند العمود بيقص على السلسلة المكسورة اللي على الأرض وبيلاقيها مش مقطوعة، لا ده بيلاقيها انفجرت. فبيقعد على الأرض وهو متغاظ وإيده مليانة تراب، وبيقرب التراب ده من إيده وبيشمه وبيلاقي ريحته ريحة الترابين، وبيبص قدامه والخوف بيبان في عينيه لأول مرة، وبيفهم إيه اللي حصل بالظبط. أي راجل يقدر يكسر القفل، بس مفيش راجل هيكسر السلاسل المعدنية بإيديه. بس بيفهم إن دي مش حالة هروب، وكل ده وهو بيبقى يبص حولي ويدور على إجابات، بس الصحراء حواليه ساكتة خالص. الحقيقة إن الواقع ما انتهتش بحادثة دي، انتهت بصمت رهيب جدا. وأنا نايم باخد نفس عميق، وأنا متوقع أحس بالكبريت والسخونة والعفن، بس الهوا بيكون بارد وطعمه حلو. ولما بفتح عينيا بستعد علشان أواجه الشياطين، بس اللي بشوفه بيخليني حاسس إن أنا مشلول أكتر من السم. وبالعين حواليا نور، مش نار الجحيم، لأ، ده نور أزرق نقي وبينور. أنا مش بشوف أي صخور متوسخة، بس كل اللي بشوفه كريستال أبيض والشلالات مية وسدود بتنور زي النجوم. واللحظة كده بحس إن أنا في الجنة اللي كنت بحلم بيها لو كنت شخص كويس. بس على فكرة أنا مش كويس، أنا لسه بايع روحي دلوقتي. فبلمس صدري وقلبي بيدق، ووجع السن بيكون اختفى من جسمي. وبعدها ببصلها وبلاقيها قدامي وبترتبني، وشكلها بيكون حلوة، بس هي راك في نفس الوقت ده تحت النور،
فبسألها: هو إيه ده؟ أنتِ قتلتيني ولا إيه؟ أكيد طبعا، ما هي دي آخر الهلوسة. فبتضحك بصوت عالي، وصوت الصوت بيرن في المكان، وبتقول لي: يا غلبان أنت، دي الحقيقة اللي مستخبية تحت الصحراء اللي مليانة سراب. وبتقرب وبتشاور لي على طرف السور وبتقول: ده بيتي، إحنا عدينا القلعة البيضاء، بس المكان ده مش مكان هادي، لأ، ده عبارة عن عشة. وفجأة بلاقي مئات من الستات المتحولين لتعابين، وكلهم بيقفوا، وبحس إن عينيهم متثبتة على قفايا، وفي منهم اللي بيقرب قوي لدرجة إن أنا بحس بجوعهم. فقلت لها: هم دول جيشك ولا دول اللي هيعدموني؟ وكلهم بيبقوا باصين عليا وكأني أنا الطبق الرئيسي اللي هيتغدوا بيه النهاردة. فبترد وبتقولي: أنت بالنسبة لهم حتة لحمة طرية. وبتزقي واحدة منهم على جنبي كده. ليه بقى طلعتي الصفح؟ ما كنت تقدري تبعتي أي واحدة منهم. ليه خاطرتي بحياتك علشان واحد زيي متكتف بالسلاسل؟ فبترد وبتقول: علشان الخادم بيدور على زعيم، بس الملكة بقى بتدور على ملك، وأي واحدة منهم لو كانت طلعتك كان زمانها أكلتك أو حولتك لعبد عندها. ولكن أنا بقى أحتاج تحدي شبهي، شخص عنده كره كبير يقدر يستحمل السم بتاعي من غير ما يموت. أنا مش بدور على الخضوع يا ملك يا مهزوم أنت، أنا بدور على حليف. وبعدين بتروح عند حيطك كده وبتطلع منها حاجة ملفوفة في حرير أسود وبتقدمهولي. فبقول لها بصوت واطي: أنت عايزة حليف لحرب جاية. وبحس بالبرد، بس مش برد الهوا، أنا بحس إني فاضي جوايا. فبترد وبتقولي: أنا شلت الإنسانية دي من جواك علشان أديك بدلها قوة، وإنت هتحتاج القوة دي. أخوكي عمل عهد مع اللي ما ينفعش نقول اسمه. فبسألها: هو مين ده اللي ما ينفعش نقول اسمه؟ هو الشيطان اللي انت تقصديه ولا ايه؟ بس بتجاوب عليا وبتقولي: لا، ده حاجة أكبر، وعدم حاجة كده بتاكل النور. وبتشيل القماشة من على الحاجة دي، وبتطلع عبارة عن خنجر أسود معمول من الكريستال، وبيمتص النور اللي حواليه. الحديد بتاع البشر هيتكسر قصاد جلده، إنما ده بقى مش هيتكسر. وبتديهولي وبتقوله: خده، ولكن ما تستخدمهوش ضد الجنود، احتفظ بيه لحد ما تقتل بيه الخاين وتغرسه في قلبه. فباخد الخنجر وبلمسه، وإيديا بقت ثابتة أكتر من الأول. وبعدين بلمسه وبلاقي قدامي فراغ أسود، وإيديا بتقولي: دلوقتي أنت بعيد. صلح وبقى تعرف الحقيقة، وجه الوقت علشان تصحي الجيش بتاعك. وفي الناحية التانية أخويا الخاين مرجعش القصر، بس هو اتحرك ناحية الزعيم بتاعه، وأخد الجيش بتاعه ومشي ناحية الأراضي المحظورة، ودي عبارة عن مناطق مليانة صخور سودة والشمس مش بتطلع فيها. وهناك هو الوحيد اللي ليه الإذن إنه يدخل، والفريق بتاعه مش مسموح له يدخل خالص. وبيدخل الكهف من غير ما يبص وراه، والظلام بيهجم على رجالته وبيخلص عليهم واحد واحد. وجوه ما بيبقاش فيه هوا، بس بيكون فيه ضباب تقيل لريحته عاملة زي القبر اللي لسه مفتوح. فبيقعد على ركبه على التلج الأسود اللي تحته، وبيقول له: انت بقتلتي مطر، ما ينفعش حد يلمسه. والأول مرة صوته بيبقى بيترعش، وبيكمل وبيقول: العمود بقى فاضي، هو ايه اللي أخده بالظبط؟ فالدخان بينتشر في كل مكان، بس بيوقفه قدامه شكله ضخم ومرعب، وما عندوش وش، وعنده بس قرون، وبيتنفس نفس بيخلي الدم يتجمد. وبعدين بيتكلم بصوت عامل زي صوت العظم وهي بتتكسر، وبيقولهم: ما أخدوش، لأ، ده نزل تحت، والكهف بيتهز. وبيقول: أخوك صحى ملكة التعبين اللي تحت، بس الكهن المرون ده أكيد مش جاي يظهر على السطح علشان يتفاوض معاه. بس بيكمل وبيقول: هي عرضت عليه العشة والحجر الأسطوري اللي تحت الصدى، وآلاف المحاربين اللي مش بينزفوا ومش بياكلوا ولا حاجة، بيوقفوا بجوم، ولو هجموا عليك مملكتك هتتحول لتراب قبل الفجر. وفي المشهد اللي بعد كده أخويا بيصحى فوق الأرض المتجمدة وهو حاسس باليأس، وبيقول له: هو بيصرخ: أنا رجالتي مش هيقدر أقتله، الحجر. وبيفقد المنطق تماما، وبيقول له: ساعدني، أنا اديتك كل حاجة، اديني حاجة واحدة بس أقدر أوقفهم بيها. فالخيال بيتوسع وبيملى الكهف ده. هو بارد محدش يقدر يتحمله، وبيقول: أنا هفتح الغفاص بتاعتي وهديلك قوة الفراغ ووحوش عامية بتنغز على الخوف، وهم هيخلوا الجيش بتاعي بيعامل زي العريس اللي في مصر حياة الأطفال. وبعدها الضابط بيتجمع حوالين أخويا وبيخبيه تماما، والكلمة بيقول له: بس القول المتوحشة دي مش هتضمن لك الفوز، تقرب عليا كده، أنا عندي أوامر أخيرة ليك.
حاجة هتضمن لك إنه حتى لو فاز في المعركة هيخسر الحرب. وكل ده وأنا لسه في كهف ملكة التعابين، وفجأة بنط في الفراغ الأزرق اللي قدامي. بس أول ما بعدي الضباب البرد بيختفي في لحظة، وبنزل في عالم كله جاف وكله أموات، والهوا بيبقى تقيل قوي وريحته عاملة زي التراب اللي خارجة من القبور المقفولة. وأنا واقف بشوفهم، وساعتها بستوعب إن أنا مش لوحدي، أنا حواليا جثث قديمة من الحجر وصفوف ملهاش آخر من العمالقة اللي بقالهم قرون مستنيين ياخدوا أوامر بالقتل. فبمشي لحد الآخر، وإنك بلقى الجنرال اللي هو عبارة عن 3 متر من الأحجار واقفة فوق عرش من الصخور، وبيبقى ماسك سيف بين إيديه وباصص بصة كلها غموض. فبفوت الدم وبفتكر التحذير بتاعها وقت ما قالت لي هم مش بيسمعوا، ولو الكره بتاعك مش كفاية هم هيقتلوك. فمش بتردد وبرفع إيدي اللي متغطية بدم ناشف وبحطها على صدره. بس الوجع اللي بحس بيه وقتها كان صعب جدا، وبحس بالحملة بتاع آلاف من الحروب المنسية، وإيه بتحاول تدخل جوه دماغي وبيكونوا عايزين يأثروا عليا. ولكن أنا مش ببين أي خوف، بس بوري لهم الذكريات، وبديهم مشهد أخويا وهو بيضحك في الخفية، وبوريهم صورة سهارة وهي بتقدم الأكل والخمرة للخنازير بتوعه، وبوري لهم العرش اللي معمول من جلد البط. وفجأة بلاقي الحجر بقى دافي تحت إيدي، وده معناه إن الجنرال ما رفضنيش، بالعكس هو اتغذى على غضبي. وهنا الحجر بيبدأ يتشق وبيكسر الصمت، والجنرال العملاق بيقوم فوراً وبيقعد بركبة على الأرض قدامي وبيوطي راسه وبيقدم لوفائه. وبحس وقتها بالحمل التقيل وهو بيطلع على دراعي، والحجر بيبدأ يغطي جسمي وبيداري إن ده بقى اتقل عندي، وبيلف حوالين صدري وبيعمل درع من الحجر على جسمي. ودلوقتي أنا بلبس درع المحاربين. وبعدها ببص على الجيش بتاعي وبلاقيهم مستنيين إشارة مني، فبقول لهم قوموا، إحنا عندنا مملكة هنحرقها. وقتها بلاقي العيون اتحولت للون الأصفر وبتمور في الضلمة. وفي المشهد اللي بعد كده بخرج من الضلمة وبلاقي ملكة التعابين واقفة مستنياني، ومش بتقولي أي حاجة لما بتشوف جلدي الجديد، ولكن بتبتسم بأدب. وبعدين بتقولي اللي نزل تحت ده كان راجل مكسور، بس اللي خرج ده دلوقتي محارب شجاع. فبقول لها أنا مش محارب، أنا قاتل رايح يحقق العدالة. ولما بلف علشان أمشي بتوقفني وبتحط إيديها البرد على صدري اللي من الحجر، وابتسامتها بتختفي وبتقولي ما تبقاش واثقة قوي كده، انت أخوك عامل زي الفار المبلول وهيستخدم عليكي حيل ولعيب وهيستهدف اللي انت بتحبهم. فبقول هو لو لمسني هحرق الدنيا كلها عليه. فبترد وبتقول هو ده الخطر اللي محتاج تخاف منه، وافتكر كويس قوي الدرع بتاعك، ولو خليت قلبك يحن الحجر بتاعك هيتكسر والأرض بتتهز قدام سور المدينة. وأخويا بيكون واقف مستنيني من بعيد، وما بقاش لي نفسي ياكل هناب، وبيجرس على أسنانه جامد لدرجة إن اللثة بتاعته بتبدأ تنزف، وبيعرف كويس قوي هو دخل على إيه. وبتظهر شطة من الرملة بارتفاع 1000 متر. يتم تحريك نحو المدينة بسرعة 1000 متر، وبتغطي نور الشمس وبتحول الصبح الليل. احنا مش بنتحرك لوحدنا، العاصفة بتبقى عاملة زي العالم بتاعنا. وبعدها الجيش بيبدأ يخرج من بين الدخان، وبيبقوا بالآلاف وعددهم ملوش آخر، وكلهم بيتحركوا في الصحراء، والجنود والتراب بينحك السما. وبعدين بخرج أنا من ورا ستارة التراب دي، بس أنا ما ببقاش مالك منفي، أنا ببقى قائد الجيش ده اللي هيبدأ نهاية العالم. وقدام الصور بيكون في قطيع من الوحوش واقفين مستنيين، وأول ما بشوفها بفهم على طول إنها وحوش اللي ما ينفعش نقول اسمه. والوحوش دي بتكون عاملة زي الطاعون والحمض، ومخلوقات عندها درع ومجسات طايرة في الهواء، وبينزل من بقهم سم كده قادر يسيح الحديد، والجوع مسيطر عليهم. وبعدها بتبدأ المعركة، واللي بتكون ميلة أكتر لأنها أرض إعدام، والوحوش دي مش بتكون قادرة تواجه الأحجار، والمحاربين بتوعي بيتحركوا من غير ما يقفوا وبيدمروا الوحوش دي وبيكسروا عظمهم تحت رجليهم. وجيش أخويا بيتحول لسجادة من الجثث في ثواني، وبيتفرج من فوق عن اللي بيحصل وهو حاسس إنه مشلول ومش عارف يتصرف من كتر الخوف. ولما آخر وحش بيقع، الجنرال اللي طوله 10 متر بيتحرك لقدام وبيضرب الصور وبيدمره، والمدينة كلها بتتهزم على الضربة. فبقول له افتح البوابات يا أخي واديني بنتي علشان أرحمك. وبالفعل بعدها البوابات بتتفتح، وأخويا بيقف وسط أرض المعركة وهو مش معاه أسلحة، وبيرمي السيف بتاعه. وبعدين بينشف سهارة وهي واقفة جنبه بتترعش، وطبعا أول ما بتشوفني بتجري عليا وبتاخدني بالحضن. فببص لأخويا وأنا عارفان، وهو بيكون فاكر إنه كسب. فبقول له أنت نفذت دورك، ودلوقتي أنا كمان هنفذ دوري، امسكوه وخدوه على الزنزانة. بس وقتها أخويا بيطلع خنجر صغير من معاه وبيقولني اقعد في مكانك، انت شكلك كده مش فاهم طبيعة علاقتنا.
انت ما ينفعش تسجني ولا ينفع حتى تلمسني. وبعدها بيقوم قاطع عروقه بشكل معين، وفي اللحظة دي سهارة بتصرخ في دراعي وبتمسك دراعها، فبسحبها بعيد وبشوف نفط التعويرة دي في ايديها وبتنزف. فقلت له انت عملت ايه في بنتي؟ وقتها الخاين بيرد وبيقول اللي ما ينفعش نقول اسمه، وربط بين حياتنا، ولو انا بردت في الزنزانة هي هتترعيش، ولو السلاسل ضيقتني بشرتها هتتعور، ولو السكين عفن في الضلمة هي عمرها ما هتحس بفرحة في حياتها. وبعدين بيقرب مني وبيضحك وبيقول لا يا أخويا، أنا مش هتحبس في الزنزانة، وبالوقت يوسع بقى، أنا ماشي وهي هتيجي معايا. فبيمسك سهارة من دراعها وبيقول خلي الوحوش بتاعتك تتراجع، أنا لو شفت طوبة واحدة بس اتحركت هي اللي هتدفع التمن، ولو حاولت تيجي وراي الضرر هيكون دايم، ولو حاولت تعمل أي عمل بطولي نهايتي هتأثر عليها وهتبقى نهايتها هي كمان. فبضرب الأرض بإيدي وأنا حاسس بالعجز، وبصرخ في الجنود اللي بيقفوا على جنبه وبيعملوا ممر لأخويا الخاين علشان يعرف يمشي من وسط الجيش، وبضطر أشوفه واخده بعيد وماشي بيها، وبضطر أتفرج عليهم وهم ماشيين وسط المحاربين ودم بيحميهم، وسهارة بتبصلي للمرة الأخيرة قبل ما تختفي وسط الصحراء، وعينيها بتبقى بتتحيل عليا إن أنا ما أعملش أي حاجة وسايباها تمشي. وبعدها البوابة بتتقفل وراهم، وأنا بقفل واحدة في المدينة اللي لسه حازمها، اللي بتكون بالنسبة لي عبارة عن مدينة فاضية وعرش ملوش أي لازمة، ومفيش غير حصالة حراس أخويا الخاين. وطبعا أنا مش بيكون عندي رحمة خلاص، فببعت رجالتي يموتوهم. وفي الوقت ده ملكة التعابين بتطلع، ظهر لي من بين ضواق المدينة وبتقول لي أنا حضرتك، وقلت لك إنه هيستغل اللي أنت بتحبهم وهيخليك تقعد على ركبك من غير ما يسحب السيف بتاعه حتى. فبرد عليها وبقول لها اسكتي شوية، وبلف ناحيتها والخنجر في إيدي وبقول لها قوليلي إزاي أكسره، قوليلي إزاي أكسر الرابط اللي بينهم من غير ما موتها. فملكة التعابين بتقرب وبتبص ناحية الشمال، ناحية المكان اللي هم هربوا عليه، وبتقول للأسف مش هينفع نعمل ده هنا، السحر اللي استخدمه ده سحر قديم، وطالما أخوك عنده تعويذة الحماية فهي هتبقى الدرع بتاعه. وبعدين بتلف ناحيتي وعينيها فيها أمل جديد، وبتقول لي انت لو عايز تنقذها فإحنا محتاجين نروح للمكان اللي اتعمل فيه العهد ده، إحنا محتاجين نروح للأراضي المحظورة، إحنا مش رايحين نهزم مملكة يا ملك، إحنا رايحين نقتل الكيان المظلم ده. فبرد وبقول لها أنا مش مهتم، خليه يعيش، خليه يحكم الجانب المظلم، أنا مش فارق لي أي حاجة، اللي فارق معايا هي بنتي، هي الحب الوحيد اللي باقيلي في العالم المظلم ده، ومفيش أي جحيم هيقدر يخبيها مني أبدا مهما كان. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتكم النهاردة، استناني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.